الشمس بانت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد. الشمس بانت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد، يجعل نهارنا نهار سعيد، نهار سعيد. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الشمس اللي طالعة المشرقة الجميلة دي. شايفين بقى الشمس حلوة وطالعة وجميلة ازاي؟ عايزاكم كده تبتدوا الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكمان تحطوا لايك كده للفيديو حلو قوي قوي بقى منكم علشان يرفع لي الفيديو بتاعي. اول حاجة انا عملتها طلعت كده بره واخدت الفطار بتاعي وقعدت كده قعدت قدام الباب، قلت اهوي نفسي كده شوية وافطر كده كمان وانا قاعدة بره. ففطرت الحمد لله بسندوتش جبنه كده ومعاه كده خيارتين، ودخلت بقى كده على طول قلت هنضف الشقه بقى معاكم ونخلي كده النهارده الشقه بربرق باذن الله. بس عايزاك تحطي اللايك لو لسه ما حطيتيش اللايك وخدك كده الكلام. لا حطي اللايك وكملي الكلام براحتك خالص وكملي الفيديو براحتك على الاخر. انا هغير كده النهارده مش هغير حاجه، انا هغير ايه؟ انا هشيل بس الحاجه من على السرير، نفضت كده السرير وفرشت كده الحاجه بقى عليه وهكنس بقى كده الاوضه اهي. ما رضيتش بقى ان انا اشيل سجاد ولا حاجه، هي الاوضه يعني ما كانتش مبهدله للدرجه اللي هي. وبعدين قلت انا مش عايزه اهدي بقى نفسي كل يوم كل يوم اشيل بقى سجاد واشيل دواسات ومش عارفه ايه، فلا يبقى نمشيها يوم كده يوم لا، يعني على حسب يعني ما تقدر تمشي بيتك انت هتعملي بقى ايه فيه والتنظيفات اللي هتعمليها فيه. عارفين الشتاء يعني الواحد بيكون بردان فيها وكده، واحنا ما جيناش للشتاء اللي هي. بس بعود نفسي لان انا من النوع اللي هو بقى ايه، لا انا شفت الحاجه اقوم على طول اروح نفضها واعملها وما تقهاش. فبحاول كده اقلم نفسي شويه ان انا لا مش كل حاجه اقعد اهبد وانفض وامسح واعمل. الصح يعني مش لاقيينها كده على باب الشقه يعني. بس فخلصت كده اهو الارض كنستها، ولقيت بقى الازاز كده محتاج ان هو يتلمع معايا، فرحت قلت بقى كده هلمعه بالمره واظبط كده التسريحه، لو في حاجه محتاجه انها تتشال في مكانها هشيلها. دي الكريمات دي بحطها كده لبشرتي قبل ما بنام، وبرضو بدهن كده ايديا. عارفين بقى طول النهار بقى مواعين ومش عارفه ايه وايدك في الميه على طول ما بتشيليهاش، فبتيجي بقى لحد بقى بالليل بتحس ان ايديكي خلاص مش قادره تستحمل اكتر من كده. ان سبتيها فتره على التانية على التالتة هتلاقي ايدك بقى كده نشفت وما بقتش ظريفه كده خالص. احنا عايزين كده تبقى حلوين كده في روحنا يعني، ونهتم كده بنفسنا ولو باقل الامكانيات. اقل حاجه كده هاتي علبه كريم، يعني ما تكونش غاليه قوي، مش لازم حاجات غاليه قوي واو، لا هاتي اي علبه كريم كده تكون سعرها حنين وبرضه تقدر الغرض معاكي. بس فهنضف بقى كده اهو المرايه. جبت كده ملمع الازاز، وجبت كده كمان فوطه بقى قطنه اهي، لمعت كده بيها الازاز، وهلمع برضو الرخام كده بتاع اللهم صل على النبي بتاع التسريحه، وهحط بقى المفرش وارجع كده بقى الحاجه بتاعتي على نظافه كده خلاص. مادام لمعناها نرجع كده الحاجه بتاعتنا يعني على نظافه. دي برضو العلب دي انا حاطه فيها كده اللي هي قلمة الكحل، والتانية حاطه فيها القمشات وكده، فبرضو حطيتهم كده اهو في مكانهم. ولو في حاجه برضو التوك بتاعت البنات محتاجه انها تروح على اوضه الاطفال خليت للنوده كده وديتها. هنا برضو العسكري بلف كده على الحتت اللي هي الباينه بقى من اللي هي الكومودينو العسكري، الحاجات اللي هي يعني الظاهره كده معايا. مش هشيل بقى طبعا التلفزيون كل يوم والتاني وهمسح تحته والكلام ده كله، لا هو بس الكومودينو كده مكان طبعا ما بحط عليه حاجه مثلا بالليل بستخدمه. طبعا الكومودينو لازم تستخدميه على طول وايدك بتيجي عليه يعني على طول، فلازم تمسحيه كده دايما وتخليه كده نضيف. فنضفته كده اهو، وهرجع بقى المفرش بتاعي على نظافه. والتاب برضو بتاع النوده كده باخده بقى منها بالليل، بخليها يعني تقعد عليه شويه. الاول كانت قاعده على التاب ده يوميا كده من الصبح بالليل، فبقى لي فتره كده جيت قلت لها لا مش هينفع بقى، اختاري يا تقعدي الصبح يا تقعدي بالليل. فتيجي مثلا الصبح تقولي خلاص انا هقعد الصبح ومش هقعد بالليل، اقول لها خلاص براحتك. فتيجي تاخده الصبح، تيجي على بالليل تقولي لا انا عايزه التاب، اقول لها لا احنا اتفقنا يا الصبح يا بالليل. فدلوقتي بسيبه لها فتره واحده بس، يعني يسيبه لها من الصبح كده تقعد عليه مثلا ساعه او حاجه، عارفه ان ساعه كتير، بس بخليها يعني تقعد عليه شويه عشان بس الاول كانت بتقعد عليه كتير قوي قوي. ودلوقتي بقى كانت اختها فوق، فقلت لها خلاص بقى يا لنوده بما انك بقى انت اللي معايا تعالي ساعديني. فجت بقى بالعافيه وما كانتش راضيه، اشمعنى انا وتوته لا، توته انت سايباها يا ماما تلعب وانا لا، يا ماما ده توته صغيره يا ماما مش عارفه ايه، وعماله احايل فيها وهدي. عملت معايا الاوضه دي بالعافيه، وهتشوفوها دلوقتي واحنا بنعمل بره.
متنرفزه بقى كده ومكشعره بقى واللي هو مش طايقه نفسها اصلا، علشان قلت لها اعملي بقى معايا. اهي شايفين انا ما بستكفاش اصلا بالاعمال اللي هي بتعملها دي، انا بعمل وراها تاني. بس انا حابه اشجعها وحابه ان هي اخليها تحب العمايل، تحب التنظيف. إيه عن مثلا ما طفل انت ما بتخلوش يعمل حاجه خلاص، ويجي لما يكبر تقول له اعمل، طب هو هيعمل ازاي دلوقتي لما انت كرهتيه في الحاجه وهو صغير ومخلتوش عمل فيها اي حاجه؟ هيحبها يعني لما يكبر؟ فانتوا خدوا على اولادكم كده الحاجه سنه سنه، باذن الله يحبوها. الغسيل بقى شايفين كنت منشره على السراير ومنشره كده على الانتريه بره. فجينا بقى كده قلت هطبقهم، ما كانتش راضيه بقى تطبق معايا ومش راضيه تعمل حاجه. انا اقول لها انا هطبق الحاجه وانت خديها حطيها هنا، تقولي لا انا هحط في الدولاب. انا اقول لها لا ما تنفعيش تحط في الدولاب، انت لو حطيتي في الدولاب هتوقعي الحاجه ومش هتظبطها يعني زي ما انا ما عايزه. شايفين تاخدي الحق اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مش راضيه بقى تعمل حاجه خالص. بس فربنا يهديها كده يا رب. بقيت انا اطبق الحاجه واخليها تحطها على السرير لحد ما نلاقي كده اخت الحاجه ونحطهم في قلب بعض. دي طريقتي في التطبيق، يعني بحط كده البنطلون من جوه الترنج يعني نفسه، من فوق التيشيرت نفسه، علشان لما اجي كده احطهم في الدولاب يبقى منظمين كده، واجي اطلعهم كده بسهوله. الترنج ده توتا لبسته هي مره ومش هلبسه لها تاني، كبير عليها قوي، فهخليه لها باذن الله نعيشنا بقى للسنه الجايه. هو انا اللي خلاني جبته الصراحه كانت خامته حلوه، وكمان ما كنتش ضايقه لها حاجه، فكنت جايباه على السن يعني ممكن تلبسه السنه دي. لقيته لا فعلا كبير قوي قوي ومهبل كده فيها خالص، فجيت قلت خلاص عادي، هو يعني سعره كويس، فعادي هنشيله وتبقى تلبسه السنه الجايه. شايفين حدفت البنطلون اهي، مش راضيه مش راضيه تعمل معايا الحاجه، وهي عملت معايا حبه الغسيل وطلعت تجري على فوق، حتى ما كملتهوش معايا، ما كملتش معايا للاخر وسابتني بقى وراحت طالعه على فوق. فربنا يهديها كده ويهدي لكم كده ولادكم جميعا يا رب. اهو شايفين هخلصهم بقى كده كلهم، علشان بس ما يبقاش عندي يعني غسيل كده على السراير ولا حاجه. لا اعملي كده كله اول باول، علشان ما يبقاش عندك حاجه ويتراكم بقى عليكي. كده خلاص انا خلصتهم، والاوضه اهي بقت رايقه ونظيفه وما فيهاش اي حاجه كده خالص. الترنج ده بس كده انا حطاه هنا علشان لقيته مند شويه، فسايباه كده يتهوى وبعدين هبقى احطه في الدولاب. ولمعت كده برضو المرايه اهي بتاع اوضه الاطفال، مسكتها كده لمعتها خليتها زي الفل. ورحت ملمعه برضو السيراميك كده اللي هي الحته اللي هي مع الهيس الجد دي، رحت ملمعاها كده برضو على طول. ما شلت السجاد ولا هديت نفسي ولا اي حاجه. يلا حطوا اللايك بقى وكملوا معايا. جيت بقى كده كمان على الريسبشن بقى بره. الريسبشن احنا مش بنقعد فيه غير قليل قوي قوي، فمبقاش يتبهدل معايا يعني الصراحه على طول. فهمسك بس كده الترابيزه مكان بقى البنات ما بيقعدوا يلعبوا وكده. فاوقات بقى بيجيبوا الكرسي ويقعدوا هنا عند الترابيزه، يقعدوا مثلا لنوده مثلا لو هتكتب الواجب، توته لو في ايديها حاجه هتحطها على الترابيزه ولا كده، فبحب ان انا المح كده على طول. وبرده مسكت البوفيه نفس اللي عملته في التسريحه وتسريحه الاطفال عملته في البوفيه، لمحت الرخامه بتاعته ولمحت كده برضو الازاز بتاعه وخليته نضيف، ومخليتوش فيه اي غبره ولا اي فتفوته كده عليه خالص، لا خليته كده نضيف الصراحه. بس ما جبتش معاكم الشغل ده كله، بعمله معاكم على طول ويوميا علشان ما تملوش وما تزهقوش كده من الفيديو. يا رب بس كده يكون الفيديوهات بتاعتي خفيفة كده على قلبكم، بعد ما كنتوا متفاعلين الفترة اللي فاتت لقيتكم تاني مليتوا وزهقتوا وما بقيتوش تتفاعلوا على الفيديوهات عندي. فالصراحة ده بيديني احباط بقى كده وما بيدينيش امل خالص في اللي جاي. يعني في ناس كتيرة بتقولي تفائلي خير وباذن الله قناتك هتبقى كويسة، قناتك مش عارفة ايه، بس انا مش شايفة ده خالص. يعني طريقتكم معايا في التفاعل ما احبطني كده خالص. فربنا يسهل الحال كده يا رب ليا وللجميع كده يا رب، اللهم امين. انا كده خلاص خلصت بره ودخلت بقى معاكم على المطبخ. النهارده كده الصراحه التشجيع كان واخدني، لان ما كانش عندي ان انا بقى هعمل غدا والكلام ده كله، كان عندي اكل جاهز في التلاجة. فقلت بقى خلاص بما ان انا مش هعمل اكل ولا حاجه، واحمد كان في الشغل وكان مأخر شويه، فقلت خلاص بما ان احمد برضه هيتاخر شويه فاخلص كده اللي ورايا كده كله. الشقه بره بالنسبه لي ما كانش فيها شغل كتير، انما المواعين اللي انا هرصها دي هي دي بتكون على قلبي كده زي الجبل. ما بحبش ارص ابدا المواعين في ظروفها وكده، بحس انها تقيله كده عليا. فهرصها وهنضف الرخامه وهعمل كده معاكم المطبخ واخليه نضيفه زي الفل. كل يوم كده بشوف عندي حاجه عايزه تتعمل واروح عاملاها، علشان اخلص كده من الحاجه يعني اللي عندي عايزه تتنضف. عندك ظرف الدولاب عايزه تتعمل، عندك درج عايزه تتنظم، رف في النيش مثلا شايفه ان انت خدتي منه حاجه وكركب مثلا عايزه تظبطيه.
ظبطيه، اختاري كده ايام اللي انت مثلا مبقاش فيها شغل عندك كتير قوي، واستغلي الفرصه بتاعه اليوم ده وخلصي كده حاجتك. ويا سلام بقى لو انت وجوزك مثلا في يوم كده في الاسبوع او يومين مثلا بيأخر فيهم شويه في الشغل، فانت يعني تستغلي اليوم ده باي طريقه ان انت تخلصي كل حاجتك. لان الرجاله من النوع اللي مثلا ما بيحب يجوا من بره، خلاص تقعدي، ما تقعديش بقى تعملي حاجه، ما تقعديش تحروسي تعملي تسوي، لا يبقى انت حاجتك كده انت عاملاها ومخلصاها. ده كده كمان كان كيلو عدس كده انا جايباه. ماما يعني بتجيب شكاره كده على بعضها وبنقسمها، يعني انا كيلو، ماما 2 كيلو، تيتا كيلو، تيتا قصدي 2 كيلو، هم كلهم بياخدوا اتنينات، وانا باخد كيلو كده لوحدي، لان انا طبعا مش زيهم. احنا على قدنا عيله صغنونه كده اهو. فحطيته في البطرمان كده بدل ما هو في الكيس. وهمسك كده كمان اهو البرتقان بقى كنت جايباه. فانا بقى من عادتي ان الحاجه مثلا قلت كده معايا في الاطباق، اروح نقلها كده في حاجه تانية صغيره، علشان بس ما يبقاش كذا حاجه كده عندي على الرخامه. فهمسكهم كده امسحهم وانضفهم، مش بغسل البرتقان علشان ما يبص معايا. يعني قعدت فتره اغسله لقيته بيبوظ معايا ومش بيحمل معايا خالص، والاقيه كده حمض معايا. بس وحطيت برضو كده عليه التفاح، هاخد بقى الطبقين دول عشان اغسلهم وهنضفهم برضو كده دلوقتي، وهنضف مواعين وهنعمل حاجات كتيرة قوي مع بعض النهارده باذن الله. بس فهنضف برضو كده اهو الرخامه بقى معايا، هخليها كده برضو نضيفه من غير بقى سبونش ولا حاجه، هي بس بفوطه كده مبلوله، وهلف كده على الرخامه كده كلها انظمها وانضفها. الحاجات دي بقى بتسهل عليا تاني يوم ادخل بقى المطبخ الاقي مطبخ نضيف، ما فيهوش مواعين هتتغسل، ما فيهوش رخامه هتتظبط، لا هو يا دوبك مثلا هعمل الاكل، هغسل البوتاجاز بعد ما اخلص الاكل، هعمل مثلا السرير اللي كنت نايمه عليه، حاجات بسيطه بس كده هتتعمل في الشقه وخلاص. لما كل يوم تاخدي حاجه كده من المهام اللي عندك في يومك، بتفرق معاكي في اليوم اللي بعدها. الوزه دي بقى عجبتني كده، بحط فيها الكبريت. انا اصلا البوتاجاز عندي اشعال بس بستخدمه في الفرن والشوايه نفسهم بستخدم الكبريت. هعمل برضو كده اهو الرخامه. العدس بقى وقح كده على الرخامه، فنطرته في الارض كده كده، هكنه في الارض دلوقتي وهمسحها وهخليها نظيفه وزي الفل باذن الله. غيرت كده برضو اللي هو الكوستر الكبير خالص ده، حطيت التاني هناك وجبت التاني هنا، من باب التغيير ومن باب ان انا ادخل المطبخ كده احس ان انا عملت حاجه، انا نظفت النهارده يعني. بس فظبطته بقى كده اهو، كده خلاص خلص بقى معايا، ورجعت طبق فاكهتي وظبطنا الامور خالص كده في المطبخ. نغسل بقى حبه المواعين، انا اصلا ما كانش عندي حاجه في الحوض، قايمه الصبح على ان مفيش حاجه خالص، بس دي كوبايه الميه اللي احنا شربنا فيها، الطبق اللي انا فطرت فيه الصبح، الطبق اللي احمد فطر فيه الصبح، وكنت برضو كان في طبق كده في اوضه النوم كنت حاطه فيه سندوتشات كده لاحمد بالليل اتعشى بيها، وبرضو كده كان في كوبايات، اللهم صل على النبي، كوبايات كده بتاعت ايه، بتاعت شاي اخضر، انا شربتها، شربت شاي اخضر وشربت المشروب بتاعي، حاجات بسيطه يعني كده هي اللي كانت عندي في الحوض. فانا يعني جمعتهم كده في الحوض وقلت بغسلهم على طول. اللانش بوكس بقى بتاع النوده اللي هي اصلا مش بتستخدمه، بس كل شويه تجيبه تحطي فيه مثلا في برتقانيه معاها، تفاحه، اي حاجه، وتروح حطها كده في اللانش بوكس، عايزه تحسس نفسها يعني ان هي بتروح حضانه وكده يعني. فربنا يزيح الغمة دي ويزيح البلاء والمرض ده، علشان يرجعوا بقى يستقروا بقى في حضاناتهم، يرجعوا يستقروا في كل حاجة. انا عارفة ان الدراسة شغالة وكل حاجة، بس انا الصراحة خفت اوديها، قلت لا كفاية عليها الدرس السنة دي، والسنة الجاية بقى بإذن الله تبقى تروح المدرسة كده على طول بإذن الله يا رب. خلاص كده غسلت المواعين بقى بتاعتي، والاطباق اللي كانت فيها الفاكهه غسلتها كده برضو. لو سبت بقى الحبه دول وقلت لا اخليهم كده لحد ما اجي مثلا اعمل الغدا وابقى اغسلهم معاهم، كنت هتدخلي المطبخ نفسك تتقفل كده من الحوض فيه مواعين كتير، ومش هتقدري تغسلي حاجه تاني. هصفي بقى كده الحوض علشان همسكه كده كمان هدعكه دعكه حلوه، وهدعك برضو الحنفيه. انا كل حاجه كده كل ما مثلا ما بستخدم الحوض بروح دعكاه وادعك الحنفيه كده على طول، فلذلك هما بيلمعوا عندي دايما ونضافوا زي الفل. بس كده خلاص هشيل بقى الصابون من على الرخامه وهشطف الحوض بتاعي، وانظم كده بقى الرخامه بتاعتي علشان يبقى كده خلاص خلصنا كل حاجه في المطبخ، وما عندناش اي حاجه تاني، ونقعد بقى رايقين وفايقين ومتدلعين وكل حاجه. حط لايك كده لو لسه ما حطيتيش اللايك، هزعل منك لو لسه ما حطيتيش اللايك ليا، حطي ليا. وما تنسيش كده كمان تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كملي معايا.
كده خلاص خلصت اهو، وحبيت كده اوريكم المطبخ كده كده كمان بعد ما خلص. شايفين شكله حلو ازاي؟ الرخامه بقت رايقه وجميله قوي قوي، وشكلها كده تحفه. وشلت كمان السجاده من على الارض ومسحت الارض وكنستها، وخليت كده المطبخ عندي بقى بربرق من مجاميعه. والرخامه هنا برضو كده كمان خلصتها ونضفتها، بس الحاجات دي انا ماليه فيها كده ميه، لان الميه كنت سامعه يعني ان هي هتقطع، فمليت كده ميه وسبتها يعني على الرخامه. كده الفيديو بتاعي يكون خلص بقى معاكم، وده روتين صباحي كده سريع وظريف، ويا رب كده اكون خفيفه على قلبكم. اسيبكم بقى في حفظ الله، وما تنسوش تصلوا على النبي. مع السلامه.